لا أعتقد أن الاثنين يعني يستمدان القوة من بعضهما البعض، لكن أنا في تقدير إسرائيل لولا الدعم الأمريكي لما استطاعت أن تستمر في الوجود في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق. يعني إسرائيل تستمد كل هذا الدعم من أمريكا. بس أعود إلى نقطة أساسية، وهو الحديث عن البرنامج النووي الإيراني. يعني المتحدث الإسرائيلي يتحدث هنا كما لو أن إسرائيل السويد مثلا أو سويسرا، يعني لا عندها أسلحة نووية ولا خاضت حروب ضد جيرانها، فقط أنه إيران هي الخطر وإسرائيل لا تشكل خطرا على الإطلاق، ولا تملك مفاعل ديمونة، ولا تملك أكثر من 300 رأس نووي. طيب إذا كانت إيران أرادت أن تحقق الردع النووي في مواجهة هذه الرؤوس النووية الإسرائيلية، طيب وأين المشكلة في هذه الحالة؟ يعني إذا كان لو تم نزع الأسلحة النووية الإسرائيلية ربما نقول إيران هنا دولة مجرمة تريد أن تتسلح بأسلحة محظورة أو ممنوعة وانتهاك لحظر الأسلحة النووية، لكن إسرائيل عندها ترسانة أسلحة نووية. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي تتعلق، نعم يعني الآن هذه الصفقة الأمريكية لإسرائيل ربما تؤدي إلى سباق تسلح في المنطقة. يعني هم يتحدثوا أنه كانوا خايفين أنه إيران إذا امتلكت أسلحة نووية أن يصبح هناك سباق تسلح في المنطقة. طيب الآن يعني هذه الصفقة الأمريكية لإسرائيل اللي 38 مليار دولار، يعني هذه ربما تدفع أيضا إلى دول عربية أخرى لشراء أسلحة روسية مثلا. قيل هذا الكلام منذ فترة من قبل العرب، ولكن ما يا سيدي العرب الآن في أسوأ أحوالهم، لكن العرب لن يصبحوا طوال هذه الفترة في هذا الوضع السيء. هذه نقطة. النقطة الأخرى، يقول المتحدث الإسرائيلي بأن يعني إسرائيل هي الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة. الدولة مستقرة لأنه أمريكا خربت المنطقة، لأنه أمريكا خلقت اللي هي الانقسامات الطائفية في المنطقة، لأنه أمريكا دمرت العراق اللي هو كان قوة عربية نعتز بها. أمريكا هي عندما احتلته وعندما قسمته طائفيا، وأمريكا هي التي تتدخل في سوريا لاستنزاف الجيش السوري والقضاء على الجيش العربي الآخر الذي استطاع أن يشارك في كل الحروب العربية ضد إسرائيل. لهذا السبب، لكن يعني القصة أن إسرائيل مستقرة أيضا لأن الشعب الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية جرى تقليم أظافرها كليا والضحك عليها وخداعها من خلال اتفاق أوسلو الذي وعدت إسرائيل بمقتضى أن تقيم دولة فلسطينية مستقلة ولم تلتزم بهذا الوعد،